الفيديو ده يا جماعه ان شاء الله للناس اللي جايه امريكا جديد ايا كانت صغيره او كبيره. الناس بتكلمني تقول لي يا جاكسون احنا المفروض نعمل ايه عشان نمشي صح وما نقعش في الغلطات اللي انت وقعت فيها او غيرك وقع فيها او بسببها انا ابتديت اعمل فيديوهات من 8 سنين مثلا. طيب رقم واحد، ايا كان هو سنك ايه، حاول على قد ما تقدر تدرس حاجه. دي نقطه مهمه جدا يا جماعه، الله يكرمكم ركزوا فيها. ايا كان هي ايه الحاجه تاني. يعني هتقول لي مثلا زي ايه يعني يا جاكسون؟ هقول لك على حاجه. لو انت واحد مثلا ربنا كرمك مثلا بلوتري وجيت هنا، فانت عندك حاجه زي مثلا الفاير ديبارتمنت مثلا FNDY مثلا او FDNY تقريبا، مش فاكر والله. فاير ديبارتمنت FDNY. الFDNY دول الناس بتوع المطافي. اولا هم ما بقوش هم عمرهم مش بيتعرضوا لاي حد مثلا ان هو يموته ولا حاجه، لان هو بيساعدوا البلد. ثانيا شغلها حلو جدا. اول سنه بتبقى اللي هي الستارت اب بتاعك بيكون من 50,000 وبعد 5 سنين بيوصل 110,000 ويمكن اكتر كمان. ده غير البينفيتس الرهيبه اللي موجوده. يعني بيطلع لك كروت اصلا عمرك ما هتاخد تيكت في حياتك في البلد. فلو انت واحد ربنا كرمك بورق، حاول تخش الFDNY. هتساعدك كتير ومميزاتها كتير وبنفيتس بتاعها كتير واسمك ليك ظهر في البلد. ودي بتبقى للناس اللي معديه ال 21 سنه. تمام قوي. طيب لو ما عندكش طبعا غيرها كتير، ممكن تخش بقى تدرس اي حاجه يعني، بس انا بكلمك في الحاجات اللي لازم يكون معاك جنسيه او معاك جرين كارد على الاقل يعني. طيب لو انت واحد مثلا جيت البلد ده وعايز تدرس حاجه ومش عارف تخش تدرس ايه، خليني اقول لك برضو لو ناس مفكره ان الناس كلها اللي بتدرس هنا مثلا بزنس ادمنستريشن في اي جامعه بتخلص بتلاقي شغل، لا، الموضوع بيبقى صعب شويه، لان برضو البزنس زي ما هو في مصر بيقولوا عليها جامعه الشعب، احنا برضو عندنا هنا للاسف الدنيا مش اسهل حاجه في انك تلاقي شركه او بنك مثلا او اي حاجه تشتغل فيها عن طريق البزنس ادمنستريشن الا لو انت مخلص برضو واخد كورسات كويسه. طيب في الحاله دي هل انا ما اخشش بزنس ادمنستريشن؟ لا، لو انت ما فيش حل قدامك وعايز تنجز حالك خش برضو بزنس ادمنستريشن، المهم تدرس حاجه. طيب هنلاقي شغل، هتتعب شويه في انك تلاقي شغل بس اسمك درست وممكن تلاقي شغل بكل بساطه ان شاء الله. طيب طب ندرس ايه تاني ممكن يدرس بعيدا عن البيزنس ادمنستريشن؟ يعني ايه ممكن نخش ندرسه؟ هقول لك على حاجه. لو انت بامكانيتك انك تدرس حاجه ليها علاقه بالنيرسينج فدي حاجه كويسه جدا، او انك تبقى مساعد طبيب اللي هو النيرسينج بيسموها ايه، النيرسينج يعني مش فاكر اسمها، يبقى حد يكتب لنا في الكومنت، مش فاكر. اللي هي مش دكتوره، اللي بتظبط له الحاجه دي حاجه بتدرس في خلال سنه وبتتنجز وبياخد فلوس كتيره ولها شغل في كل حته. طب ندرس ايه تاني لو انا ماليش علاقه بالطب خالص ومش طايقه؟ ممكن تدرس حاجه ليها علاقه بالIT او الAI. الاثنين دلوقتي كويسين جدا، وانا شايف ان بعد مده من الزمن يعني الAI هيغطي على الIT خالص وهيشتغل لوحده. فلو تعرف تدرس اي حاجه ليها علاقه بالAI اللي هو الذكاء الاصطناعي يبقى جميل جدا، حلو جدا. سيبك بقى من الفيديوهات اللي جايبه فيوز كتيره جدا على الانستجرام والتيك توك والفيسبوك والكلام ده، اللي هو عندك مش عارف برامج مهمه جدا عن مش عارف. لا، انت عايزك تبقى انت اللي بتعمل الحاجه دي، انت شغال في الAI نفسه. ده شغله عمره ما هيقف، وغالبيته هيشغلك من البيت زي الAI زي السوفت وير انجينيرنج مثلا او الIT، غالبيته هيشغلوك من البيت. فدي حاجه كويسه جدا، بتشتغل ريموتلي وبتقبض فلوس كويسه جدا. فالحاجات دي لازم تاخد بالك منها. سوفت وير انجينيرنج كويسه جدا، ايا كان بقى فرونت اند باك اند بتاع كل لوكشه واحده. الحاجات دي كلها من الاشغال اللي هتريحك في حياتك، وفي نفس الوقت ممكن تتنقل من بلد لبلد وانت برضه لسه شغال باللابتوب بتاعك عادي. فدي حاجات مهمه جدا. طب لو انا واحد مثلا عندي فيجوال فيجوال ايز مثلا او فيجوال ايمج، اللي انا بحب اشتغل في حاجات اللي كلها فيجوال مثلا، او حاجه لها علاقه مثلا بالاركتكتشرز مثلا. لا دي حته ثانيه بعيده شويه في الهندسه. لا انا قصدي مثلا حاجه لها علاقه بالفوتوغرافي، بالفيديوغرافي، بالايديتنج، بالفيجوال افكتس، بالVFX افكتس، بالكلام ده كله. ممكن تخش مثلا جامعه او كولج او اي حاجه او كوميونتي كولج، تخش تدرسها سنه واحده وتقلب خلاص. ممكن تدرس السنه دي وبعد كده تشتغل اي شغلانه ثانيه اللي انت كنت هتشتغلها اصلا. يعني مثلا كنت تقف على تشيكن اوفر رايز، بس اهم حاجه تكون درست عشان لا قدر الله لما الدنيا تقف معاك انت تعرف قيمه الدراسه اللي انت درستها. فادرس ثم ادرس ثم ادرس، الله يكرمك. تمام. انا لحد النهارده بلاقي ناس لسه مثلا عندها 19 سنه ولسه جايه البلد وسبحان الله ربنا كرمها بجرين كارد بدري، فبيقعدوا يحتاروا مش عارفين نروح يمين ولا نروح شمال ولا نروح فين. فانا بقول لكم يا جماعه الله يكرمكم، دوروا ايا كانت الدراسه هي ايه، خش وادرس واتعب سنه سنتين وبعد كده اعمل اللي انت عايزه كله في حياتك. الناس كتيره جدا في امريكا ما شاء الله، يعني مش عايز اعيد وازيد فيها، ولكن ناس كتيره جدا متبهدله في البلد بسبب ان هي مش مدرسه.
وخلاص ما بقتش تقدر، ان ما عندهاش الحماس بتاع الدراسه زي زمان، زي اول ما جت مثلا لسه عندها باور وبتشتغل جامد جدا وشافت الفلوس قالت لك انا يا عم انا بقبض مش عارف كام في اليوم، انا ليه اللي هيخليني ادرس. ولكن عرفوا كلهم بعد مع الزمن ان الدراسه هي اهم حاجه. لو سالت اي حد في غربه هيقول لك الكلام ده. فادرس ثم ادرس، وربنا يعيننا جميعا ان شاء الله. انا حبيت اقول لكم الكلمتين دول عشان تبقى انتوا مستوعبين الكلام. خلينا نتمشى شويه مع بعض كده، اوريك شويه حاجات برضو الدنيا عامله ازاي الدنيا عامله ازاي هنا في البلد يعني، كبلد يعني. بصوا الناس اللي بتقول يعني ان نيويورك فيها امريكان وكده. لحظه تمام. عايز اقول لكم يا جماعه ان نيويورك ما بقاش فيها امريكان غالبا، يعني بقى كل اللي فيها سياح، واللي عايشين فيها ريزيدنت كلهم جنسيات مختلفه. انا يعني اللي عايش في نيويورك ممكن يقول لك الكلام ده. قليل قوي لو جيت سالت واحد كده قلت له انت منين، فهتلاقي واحد مثلا ما بيحبش بلده فيقول لك انا امريكان مثلا، وبعد ما يقول لك ان هو امريكان تلاقي ان هو اصلا الحقيقه ان هو مش امريكان. يعني تلاقي مثلا ان باباه تلاقيه ايطالي، او مش عارف مين اسباني، او مش عارف مين كذا. فهو للاسف كل واحد هتلاقي ليه اصل مختلف عن امريكا. قليل قوي ما تلاقي حد في امريكا كده، كلهم راحوا على ولايات الامريكان راحوا على ولايات ثانيه وبيديروا بقى كلها اداريه بقى. اما احنا للاسف واقفين على الحلال فود كلهم. ف يعني هي دي الدنيا ومفيش حاجه بايد الناس. فانا بحاول الحق الناس اللي المفروض لسه هتيجي ان شاء الله. بصوا كده اهو مصريين هناك اهم، واحنا مصريين اهو والناس اهي، الدنيا جميله. لو دورت كده قعدت تدور عشان تلاقي حد امريكي والله مش هتلاقي حد امريكي. مفيش امريكان. اسال اي حد كده قول له انت منين، مش هتلاقي امريكان. واحنا ان شاء الله بفكر اعمل الفيديو ده، يعني ان احنا ننزل نسال الناس كده على النيتيف ناشوناليتي بتاعتهم او الاوريجينال ناشوناليتي بتاعتهم كده، نشوف هيقولوا ايه معانا. يعني هي دي نيويورك يا جماعه. نيويورك بلد اقتصاديه جامده جدا، كبيره جدا، فيها شغل كتير جدا وفيها فرص كتيره جدا، ولكن مش الامريكان اللي بيديروها، لان الامريكان مش هيشتغلوا الشغل ده. امريكان مش هيشتغلوا الشغل ده. بس حبيت اقول لكم الكلام ده واسلم عليكم واقول لكم رمضان كريم عليكم ان شاء الله، وباذن الله رمضان ده يعود عليكم بخير وصحه وسلامه يا رب دايما، ويرزقنا كلنا احلى حاجه في الدنيا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم.